أعلن نادي الاتحاد نجاحه في ضم صفقة قوية بالتعاقد مع أسطورة حراسة المرمى السعودية عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال السابق. وحسب ما أشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن نادي اتحاد جدة تمكن من التعاقد مع عبد الله المعيوف في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد. ووفقا للبيان، فإن عبد الله المعيوف سيدعم حراسة مرمى الاتحاد بعد ما وقع على عقد جديد مع النمور لمدة موسمين، لينتهي عقده في صيف 2025. وفقد المعيوف 36 عاما مكانه في التشكيل الأساسي في حراسة مرمى فريقه السابق الهلال، بعدما تعاقد الزعيم مع الحارس المغربي العالمي ياسين بونو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بطل الدوري الأوروبي فريق إشبيلية. المعيوف الذي كان الحارس الأول في صفوف الزعيم، وحسم منافسته مع حارس مرمى منتخب السعودية الأساسي محمد العويس قبل أن يفقد مكانه لينضم إلى العميد. وسيتعين على المعيوف منافسة أحد أبرز نجوم الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى العميد وحامي العرين الأمين الذي قادهم للفوز بالدوري في الموسم الماضي، أو ربما تعويضه وفقا لبعض التقارير، مع احتمالية رحيل جروهي ليوفر مكان لاعب أجنبي، مع احتماليه انضمام سيرخيو راموس إلى الاتحاد. وانضم المعيوف إلى الهلال في صيف 2016 ليقضي 7 سنوات داخل جدران بطل آسيا التاريخي، حقق خلالهم العديد من الإنجازات والبطولات. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو ودع فيه أسطورته عبد الله المعيوف تحت عنوان: شكرا راعي المعروف.